السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي جدلا تحكيميا انتهى بقرار أنقذ الفريق الأبيض من هدف التعادل في الدقيقة 75 من مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز. نجح باسم مرسي مهاجم البنك الأهلي في هز شباك الزمالك قبل إلغاء الهدف بصافرة من الحكم وائل فرحان. وراجع فرحان تقنية الفيديو التي أثبتت تسلل محمود سيد لاعب فريق البنك الأهلي في لعبة بدت صعبة ومثيرة للجدل. برأيك هل الهدف صحيح أم لا؟